صورة زي اللي انتوا شايفينها دي، ناس كتير بتستغرب وبتستعجب ايه اللي يوصل لواحد ياخد ابنه وراه على مكنه ويوصله لحد السويس 100 كيلو، وده بسبب انه يروح يشجع فريق كوره. لو انت كملت الفيديو ده هتعرف السبب الاساسي ورا كده. في ناس بتسميها لا ده ظلم للابن، وفي ناس بتسميها لا ده مسألة هيفة. لا، المسألة مش مسألة هيفة ومسألة هيفة الكورة، ولكن عايز اقول لحضرتك على حاجة. المشكلة الحقيقية في الجينات اللي احنا ورثناها عن اجدادنا، سواء في اسماعيلية او في خط القناة عموما. واللي عايز يعرف الجينات اللي احنا ورثناها دهيت يبص للتاريخ ويعرف مين هم اهل اسماعيلية واهل خط القناة. اهل اسماعيليه اللي كان في وسط زي ما خط القناه لما كان الانجليز مبهدلين مصر كلها، وكان في الوقت ده سواء في القاهره او في اسكندريه او في كل محافظات مصر، الا خط القناه كان هو بيتم العمليات الفدائيه بيتم فيه وعن طريق اجدادنا. خط القناه اللي حفر القناه بالكامل بالعرق وبالدم، فتلاقي الغيره دايما عاليه عندهم. خط القناة اللي في ظل العدوان الإسرائيلي على مصر كان بيتم العمليات فيه. ولو عايز تسأل اعرف يعني ايه حرب الاستنزاف، وتعرف مين هم خط القناة عموما، سواء إسماعيلية وبورسعيد أو السويس. عايز تعرف اللي احنا فيه ده ايه؟ ده مش حاجة هايفة ولا حاجة، لا ده بالعكس، ده حاجة اسمها انتماء. انتماء لأي حاجة احنا بنحبها، انتماء لأي حاجة بتمس أرضنا أو بتمس حاجتنا أو بتمس حاجة تخصنا. الفريق اللي احنا بنتكلم عليه ده هو مش مجرد فريق عادي، لا تدخل فيه رجل اعمال في نشأته او انشأه عن طريق منظمه حكوميه او اي شيء او اي جمعيه. الفريق ده تم انشاؤه عن طريق جهود شعبيه قامت على اكتاف اهلها بتبرعات جنيه ومليم ونص جنيه وربع جنيه لحد ما عملوا فريق انشأناه، وفريق اصبح من الواجب علينا ان احنا نقف نحميه. فاحنا ما بنتعاملش معاه كانه فريق كوره، لا احنا بنتعامل معاه كجزء من كيان البلد، يجب على كل واحد فينا الانتماء ليه. عايزين تعرفوا السبب ورا ده كله؟ السبب مش بايدينا والله، هي الجينات الغيرة والرجولة والإخلاص اللي احنا اتربينا عليها او اللي احنا ورثناها من اجدادنا. ولو عايز تعرف سبب الجينات دي ما تسألناش احنا، اسأل التاريخ.